كنتوقع أننا نخسرو مع فرنسا. فرنسا واحد المنتخب اللي من أقوى فرق ديال كأس العالم، وما كايناش شي فرقة وصلت بالنيفو ديال فرنسا كتخلع. ولكن اللي بقى فينا كمغاربة وربما بزاف غادي يشاطروني الرأي هو أن داك المستوى الباهظ اللي ظهرنا به أمام فرنسا، لاعبية بلا روح، بلا قتالية، كأنهم جثث واقفين وصافي. أنا نخسر مع فرنسا وما يبقاش فيا الحل، ولكن يبقى فيا الحل ملي نشوف ديك اللعابة بديك المستوى الهزيل جدا، لعبوا بالمستوى ديال الهواز. واش غادي نقولوا المسؤولية كيتحملها المدرب ولا في التشكيلة اللي دخل بها ولا في اللعابة بحد ذاتها، ما عرفتش. ولكن وهبي داكشي اللي عنده خدم به، ويمكن خصنا نفرحوا حيتاش خسرنا بجوج زيرو. ربما كنا نخرجوا خاسرين بستة زيرو ولا أكثر. فوهبي حاول أنه يغلق المساحات ويشد كفاه مبابي. لما بغى يفتح اللعب دخل ديمبيلي مارك. أشرف حكيمي اللي أعلى قيمة سوقية في المنتخب المغربي، وواحد الملاعبين اللي كتشوفو في باريس سان جيرمان ما شاء الله تبارك الله كي داير في المنتخب. أخي ما كتعطيش بكل صراحة، ما كتبانش، ما كتقدم والو. كتبان كأنك لاعب عادي جدا وربما أقل من العادي. طبيعي يبقى فيك الحل، عندك ملاعبين اللي كبارين وملاعبين اللي عالميين يجي باش توقف عليهم ما كتجبرهمش. علاش أصلا المغاربة احتفلوا ملي غلبنا هولندا؟ ماشي حيتاش غلبنا هولندا، ولكن ديك الروح القتالية اللي ظهرتوا بها في الميدان، قدمت واحد المستوى اللي خيالي جدا. داكشي علاش المغاربة كاملين فرحوا. فرنسا قوية ديال بصح والطوب ديالها، وفرقة اللي خدات سنوات باش بنات هاد الفرقة هادي، ولكن حنا ما لعبناش اصلا الكرة. اصلا بنا بواحد المستوى هزيل جدا، كاننا عمرنا ما لعبنا مرعودين، لعبنا خايفين. وما صار اللي تقصات قبل منا مع الارجنتين في الشوط الاول، لعبات وسيطرات واستحوذت بالكرة وكتبان لك كتهجم على الارجنتين. حنا ولا هجمة، تخيل معايا، ولا تسديدة واحدة، ربما واحدة. ابراهيم دياز في المدريد اخي، لاعب اللي عادي جدا وربما اقل من لاعب عادي، حيت في المستوى الكبير مكتبانش، مكتعطي والو. كان بشي كبوات هيدا صغارين تعطي اسيست شي حاجة، ولكن والو. بدنيا مسالي، بكل صراحة بدنيا مسالي. واش المنتخب كان كيوصلنا كأس العالم واش بالصدفة؟ واش ما عرفتش. آمنا براسنا وتنفخنا بزاف ولكن دابا مع فرنسا عرفنا الحقيقة، عرفنا المستوى الحقيقي ديالنا. حنا واحد الكيبول اللي خصنا نخدمو على راسنا، حنا واحد الفرقة اللي خصها سنوات باش تقدر تطور من راسها. بونو قدمتي اخي واحد المستوى اللي عالي، ودائما كتبين على انك واحد اللاعب تبارك الله ما شاء الله عليك. قدرتي ترجع بزاف ديال الكرة، قدرتي تجبد بيلانتي ديال مبابي ديك السهولة. كتشوف بونو كيتقاتل، كتشوف بونو كيغوت على اللعابة باش دخل ديك البيت ديال ديمبيلي عليه. ولكن بونو ما كانش عادي يخرج يدافع، داكشي اللي عنده عطاه. وتبارك الله على اللي دائما ما كيخيبناش بكل صراحة فاش كتحتاجو كتجبرو. ومن اللعيب يكون عندنا جوج ملاعبية اللي تكونوا في البطولة الوطنية ولا في المدرسة المغربية، بونو يمكن وأناح اللي تا هو البارح ما بانش. كاملين ما بانوش، مشى أناح، كلكم ما بانتوش. كنجيبو ملاعبية من أوروبا. المدرسة المغربية كتكون ناشي ملاعبية وماشيين بواحد العقلية. ممكن يكون شي ملاعبي في البطولة الوطنية، ولكن والله لا جابوه. وهادشي لا يمنع على أننا نشكرو الملاعبية، نشكرو محمد وهبي، نشكرو الطاقم التقني. إذا قلتيلي مونديال ديال 2022 مع الركراكي لعبنا مع فرنسا ومن أحسن من دابا، ولكن بالنسبة للنسخة كتبقى ديال وهبي بطبيعة الحال أحسن. المهم الملاعبية كيلعبو إلى آخره. باش ما نقصيوها نمشي شكرا، خصنا نطورو من راسنا وخصنا نتصالحو مع راسنا. المواجهة ديالنا مع فرنسا بينت لنا أننا هداك هو المستوى الحقيقي ديالنا حنايا، بلا ما نفخو في راسنا بزاف. حنا واحد الفريق اللي بسيط، واحد الفريق كيتقاتل كيحاول يوصل، ولكن بسيط. دونك خصو بزاف ديال الحوايج باش يقدر على أنه يبقى ينافس الفرق العالمية والفرق الكبار.